السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنراجع المراجعة النهائية أو مراجعة ليلة الامتحان، وهتبقى عبارة عن إننا هنحل حوالي أو أكتر من 100 سؤال اختر. إن شاء الله مش هيطلع براهم الامتحان، والنقاط اللي محتاجة شرح نشرحها مع بعض. طبعا هنحل بنك أسئلة المتميز، وإن شاء الله الاختبار ما يطلعش بره الأسئلة دي. يلا نقول بسم الله كده ونبدأ سريعا. ونبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول عندي بيقول إيه؟ بيقول لي في بندول نيوتن يتحول جزء من الطاقة إيه إلى طاقة صوتية وحرارية. طبعا بندول نيوتن يبقى جزء من طاقة الإيه؟ الحركة. تمام يا ولاد. رقم اتنين، عند تصادم جسمين معا فإن الطاقة بعد التصادم نقط مجموع الطاقات بعد التصادم. قبل التصادم بيساوي ايه بعد التصادم؟ احنا واخدين ان مجموع الطاقات يا ولاد بيساوي بعض. قبل التصادم هي بعد التصادم، الفرق بس ان بتحصل تحولات في الطاقة، يبقى طبعا ايه؟ تساوي. تمام. طيب بيقول لي رقم 3، عند زيادة ميل المنحدر. ميل المنحدر، المنحدر كل ما يكون مايل أكتر الذي تتحرك عليه السيارة، إيه اللي بيحصل لسرعة السيارة؟ يا ترى بتزداد سرعة السيارة ولا تزداد طاقة الحركة ولا ألف وب معا؟ طبعا ألف وب معا. السرعة بتزيد وطاقة الحركة بتزيد كل ما كان ميل المنحدر زيادة أو كبير. تمام. رقم 4، تزداد طاقة نقط للمركبات بزيادة استهلاك الوقود. طاقة ايه اللي بتزيد بزيادة استهلاك الوقود؟ طالما وقود يبقى طبعا طاقة الحركة. طاقة الحركة بتزيد بزيادة استهلاك الوقود. رقم 5، الشاحنة التي تزن نقط تمتلك أعلى طاقة حركة أثناء سيرها. احنا واخدين يا ولاد كل ما كان الوزن كبير كل ما طاقة الحركة كبيرة. مين هنا أكبر وزن؟ الطن ولا الأربعة طن ولا التلاتة طن؟ طبعا الأربعة طن. هنختار الأكبر وزن اللي مديهولنا في الاختيارات. تمام يا ولاد. يلا نكمل. رقم 6، بيقول لي ايه رقم 6؟ تنتقل نقط بين الأجسام المتحركة عند ايه؟ عند التصادم. مين اللي بتتنقل؟ طبعا الطاقة. الطاقة هي اللي بتتنقل من جسم لجسم وقت التصادم. طيب بعد كده، ناتج قسمة المسافة المقطوعة على الزمن، يعني مسافة على زمن. ده قانون مين؟ قانون السرعة. تمام. يلا نكمل. رقم 8، أي مما يأتي لا يتكون له ظل عند سقوط الضوء عليه. احنا مين الأشياء يا ولاد اللي خدناها في المنهج مش بتتكون ليها ظل؟ دي الحاجات الشفافة اللي بتسمح بنفوذ الضوء. طب الشجرة؟ لا يا مس، دي الشجرة دي جسم معتم. طب الخشب؟ لا ده برضو جسم معتم، يعني هيتكون له ظل. مين هنا جسم شفاف؟ طبعا الزجاج. بعد كده، رفع الإبهام إلى أعلى أو خفضه إلى أسفل نوع من أنواع إيه؟ طبعا الحركة دي يبقى نوع من أنواع الشفرات. تقاس المسافة بوحدة إيه يا ولاد؟ بوحدة الكيلو متر. طيب ليه يا مس ما اخترناش ثانية؟ ثانية دي بتاع الزمن. طب ليه ما اخترناش كيلو متر على الساعة؟ كيلو متر على الساعة دي بتاع السرعة. يبقى مفيش غير إيه؟ الكيلو متر، ولو كان كاتب لي متر فمتر برضو صح. رقم 11، كل مما يلي من أمثلة قوة السحب ما عدا إيه؟ كلهم قوة سحب ما عدا إيه؟ ركل الكرة. طبعا ركل الكرة دي قوة دفع، بدفعها ببعدها بعيد عن جسمي يبقى قوة دفع. إنما شد الحبل أو فتح درج المكتب كل الحاجات دي إيه؟ قوة سحب. يبقى الإجابة هتبقى ركل إيه؟ ركل كرة. يلا نكمل يا ولاد. السؤال رقم 12 بيقول لي الطاقة التي تكتسبها كرة عند سقوطها من أعلى هي طاقة إيه يا ترى؟ ها، عند السقوط من أعلى، يعني خلاص كرة موجودة مثلا على جبل وبتسقط، خلاص بدأت تسقط، يبقى بتكتسب طاقة إيه؟ وهي فوق كان عندها طاقة وضع. طب هو بقى مش عايزة وهي فوق، بيقول لي وهي خلاص نازلة طاقة الوضع دي تتحول لإيه؟ طبعا لحركة. يبقى تكتسب طاقة إيه؟ طاقة حركة. تمام يا حبايبي. لو في اي حاجة مش مفهومة يا ريت تبقوا تسألوني. يلا نكمل. بعد كده عندنا السؤال رقم 13 بيقول ايه؟ بيقول لي من الاجسام المعتمة. عايز مثال على الاجسام المعتمة زي مين عندنا؟ يا ترى الزجاج؟ طبعا لا، الزجاج ده شفاف. يا ترى الكرتون؟ الكرتون. طب الهواء؟ لا طبعا الهواء برضو شفاف، يبقى الاجابة الكرتون.
رقم 14، تستخدم الخفافيش نقط كوسيلة للتواصل فيما بينها. خفافيش بتستخدم الايه؟ صح، بتستخدم ايه؟ صدى الصوت اللي هو ايه؟ يبقى الصوت. تمام. بعد كده اثناء الزفير يخرج من الرئة غاز ايه؟ مين اللي بيخرج؟ اللي هو مش مفيد لجسمي، انا بخرجه اصلا. ده غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون طبعا. رقم 16، القوة التي تسحب الأشياء إلى أسفل. بتشد الأشياء إلى أسفل. يعني إيه إلى أسفل يا مس؟ يعني بتشدها ناحية مركز الأرض. دي قوة إيه؟ قوة الجاذبية. برافو. رقم 17، أثناء لعبة شد الحبل، إذا سحب كل فريق الحبل بقوة متساوية، فإن القوة تكون إيه؟ يعني إيه دلوقتي؟ انتوا زمايلكم بتلعبوا لعبة شد الحبل، انتوا مثلا 3 أطفال هنا و3 أطفال هنا وبتشدوا الحبل، الجنب اليمين والجنب الشمال انتوا الاتنين بتشدوا قد بعض. يعني انتوا بتشدوا بنفس القوة وهما بيشدوا بنفس القوة. يا ترى الحبل هيروح ناحية حد؟ لا، الحبل يا مس هيفضل رايح جاي. احنا واقفين هنا وهنا، واحنا الاتنين القوات بتاعتنا متساوية، يبقى الحبل هيفضل رايح جاي، مش هيروح ناحية حد. يبقى دي قوة ايه يا ترى؟ الحبل بيتأثر بقوة ايه؟ طبعا قوة متزنة. تمام. القوة المتزنة دي اللي بتخلي الساكن ساكن والمتحرك متحرك. طالما القوتين يا ولاد بيساووا بعض، يبقى القوة عندنا هتبقى متزنة. طيب رقم 18 بيقولي العضلة المسؤولة عن حركتي الشهيق والزفير مين؟ كانت عضلة كبيرة، هي مين؟ طبعا الحجاب الحاجز بالانقباض والانبساط. طيب القدرة على بذل شغل، قلت لكم قبل كده عشان ما ننساش، هو انا بحتاج ايه عشان اشتغل؟ مش هو بيقول لي بذل شغل؟ اسال نفسي بحتاج ايه عشان اشتغل يا مس؟ محتاجه طاقه، باور. يبقى الاجابه هتبقى الطاقه. من المواد العاكسه للضوء، مين المواد العاكسه للضوء؟ يا ترى الخشب؟ لا يا مس، ده الخشب ده جسم معتم اصلا ما بيعكسش الضوء. طب المرايا؟ طبعا المرايا بتعكس الضوء. طب الورق؟ لا الورق برضه يا مس ده جسم معتم ما ينفعش. تمام. طيب رقم 21 بيقولي الحبل الشوكي عضو مهم في الجهاز ايه؟ يا ترى الحبل الشوكي ده احنا كنا واخدينه تبع الجهاز ايه؟ العصبي؟ اه صح العصبي. طب الهضمي؟ لا طبعا. التنفسي؟ لا طبعا. يبقى الإجابة العصبي. رقم 22، يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى أثناء عملية ايه؟ الحجاب الحاجز بيرتفع لفوق يا ولاد، خدناها أثناء عملية ايه؟ طبعا الزفير. ولو سألني بينزل لتحت امتى؟ طبعا في الشهيق. طالما هنا قال لي يرتفع لأعلى، تبقى ايه؟ عملية الزفير. طب رقم 23، المستقبلات الحسية بترسل ايه؟ يا ترى بترسل رسالة من المخ إلى العضلات؟ لا طبعا. طب رسالة من أعضاء الحس إلى المخ؟ ايوه بالظبط كده. بترسل رسالة من اعضاء الحس اللي هي الحواس الخمسة عندي، بتوديها لايه؟ للمخ. يبقى المستقبلات الحسية دي من اسمها حسية، يعني موجودة في اعضاء الحس، بتاخد المعلومات او الرسائل من اعضاء الحس يا ولاد، توديها للمخ زي طبعا ما كنا شارحين مع بعض قبل كده. يلا نكمل. بيقول لي ايه؟ عندما يحجب الضوء بواسطة جسم معتم، عندما يحجب الضوء بواسطة جسم معتم، يعني الضوء هيتحجب مش هيمر، يتكون ايه؟ يا ترى بيتكون بساط شفاف، ولا بيتكون ضوء، ولا بيتكون ظل؟ ها، كنا قايلين لسه فوق، قايلين ان الجسم المعتم هو ده اللي بيبقى ليه ظل. يبقى الإجابة ايه؟ يتكون ظل. القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات تتميز بها مين؟ مين اللي خدناها في المنهج اللي بتقدر تلف رأسها في جميع الاتجاهات؟ يا ترى الدلافين ولا اليربوع ولا البومة؟ ها، برافو، سامعاكم يا اللي بتقولوا البومة، برافو عليكم. بعد كده جذور نباتات النخيل بتساعدها على ايه يا ولاد؟ الجذر بتاع نبات النخيل احنا واخدينه ان الجذر كبير وقوي وممتد لتحت.
ليه؟ يا ترى عشان الصمود امام الرياح؟ طبعا صح، بس ما تستعجلوش، خلينا نكمل. يا ترى الوصول الى المياه الجوفيه؟ برضو صح، لان النخيل ده موجود في اوقات في الصحراء ما بيبقاش فيها زرع ميه كتير، فبيحتاج يجيب ميه من تحت الارض اللي هي الميه الجوفيه. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ جميع ما سبق. يلا نكمل. الحيوانات التي يمكن أن تتواصل فيما بينها من خلال إيه؟ يا ترى الحيوانات تقدر تتواصل فيما بينها من خلال إيه؟ طبعا الصوت والضوء، لكن قراءة وكتابة لأ، طبعا الحيوانات ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب. تمام يا ولاد، يلا نكمل. رقم 28 بيقول لي إيه؟ تعتبر الطاقة الكيميائية المختزنة داخل البطاريات صورة من صور إيه يا ولاد؟ الطاقة المتخزنة جوه البطارية احنا واخدينها انها صورة من صور طاقة الوضع. تمام، طاقة الوضع. تصنع الوسادة الهوائية من ايه؟ كرتون؟ لا طبعا. قماش؟ لا. يبقى الإجابة الايه؟ النايلون. طيب، عندما تقف حرباء النمر على أوراق الشجر فإن لون حراشفها بيتغير إلى إيه؟ يا مس هي بتاخد نفس لون الحاجة اللي واقفة عليها. طب أوراق الشجر يا مس لونها إيه؟ لونها أخضر، يبقى لونها هيتغير لنفس لون ورق الشجر، يبقى الإجابة هتبقى إلى اللون الإيه؟ إلى اللون الأخضر. طيب، تساعد الأوراق نقط في النبات على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. الأوراق إيه اللي بتمتص ضوء كبير من الشمس؟ كل ما كانت الورقة كبيرة يا ولاد وعريضة تقدر تمتص ضوء شمس. يبقى ترى صغيرة؟ لا طبعا. مثلثة؟ لا. يبقى الإجابة إيه؟ عريضة أو إيه؟ أو كبيرة. طيب، عندما يكون الجسم في حالة حركة فإنه بيغير من إيه؟ يا ترى بيغير من شكله؟ لا. من حجمه؟ لا. لكن بيغير من ايه؟ من موضعه. طالما بتحرك يبقى بغير موضعي، اللي هو بغير مكاني. طيب، سرعة السيارة التي تقطع 200 متر في ثانيتين. ها، احنا واخدين ان السرعة بتساوي ايه؟ مسافة على زمن. طب المسافة عندي بكام يا مس؟ عندي ب200. الزمن بكام؟ بثانيتين، يعني ب2. يبقى مسافة على زمن 200 على الاتنين. ها، فيها كام حبايبي الشاطرين؟ 200 على الاتنين فيها طبعا 100. و100 ايه؟ متر على الثانية. طيب يلا بينا نكمل. اي حد مش فاهم اي حاجة او في سؤال مش مفهوم يكتب لي واعيدهوله تاني، مفيش مشكلة. طب رقم 34 بيقول لي فراء ثعلب الفنك يحميه من ايه؟ الفرو بتاعه بيحميه من ايه؟ ثعلب الفنك ده بيعيش في الصحراء وفي المناطق الحارة قوي، فطبعا هيحميه من الطقس الحار. بعد كده التكيف هو ايه؟ ايه هو التكيف يا ولاد؟ بيقول لي يا ترى التكيف عملية تظهر بها انواع جديدة ولا خاصية تمتلكها الكائنات الحية للبقاء؟ أيوة، دي الإجابة، خاصية بتمتلكها الكائنات الحية، حاجات بتقوم بيها الكائنات الحية من أجل البقاء عشان تقدر تعيش وإيه وما تموتش. طب رقم 36، القراءة والكتابة من الوسائل الشائعة للتواصل بين مين؟ ها، طالما قراءة وكتابة يبقى بشر فقط لا غير. الحيوانات ما تقدرش قراءة وكتابة طبعا، يبقى الإجابة البشر. عندما تقوم بتحريك شيء ما تجاهك فإن هذا يمثل إيه؟ قوة إيه؟ بحركه تجاهي، تجاهي يعني بقربه ليا، يبقى قوة إيه؟ قوة سحب. أي مما يلي لا يمتلك أي طاقة وضع جاذبية. مين هنا ما بيمتلكش طاقة وضع جاذبية؟ يا ترى الكرة تتدحرج من أعلى لأسفل؟ من أعلى لأسفل يعني نازلة لتحت، يبقى نازلة بتأثير الجاذبية، يبقى مش دي. طب كرة ساكنة أعلى تل ولا كرة ساكنة على الأرض؟ أعلى تل يعني فوق، يعني ممكن تنزل برضو بسبب قوة الجاذبية، إنما تبقى كرة ساكنة إيه؟ على الأرض. طالما كرة ساكنة على الأرض يبقى لا تمتلك طاقة وضع إيه؟ جاذبية. كل ما بنطلع لفوق كل ما طاقة الوضع بتبقى كبيرة، يبقى الإجابة كرة ساكنة على الأرض. يلا نكمل. رقم 39، اللغات المختلفة تعتبر من ايه يا ولاد؟ اللغات المختلفة دي ها تعتبر من ايه؟ من الشفرات طبعا، برافو. اللغة دي عبارة عن شفرة. رقم 40، إذا قطعت عدة أجسام مسافات متساوية، عدة أجسام قطعت نفس المسافة مسافات متساوية في أزمنة نقط، فإن هذه الأجسام تتحرك بسرعات مختلفة.
طالما سرعة مختلفة يبقى لازم في حاجة مختلفة، لا المسافة لا الزمن. هو قال لي المسافة متساوية، يبقى فاضل مين؟ الزمن. يبقى أزمنة ايه؟ مختلفة. تمام يا ولاد. لكن لو قال لي بسرعات متساوية كنت هقول له برضو أزمنة متساوية. رقم 41، القوة التي تعمل على تقليل سرعة الأجسام أو تبطئ منه هي قوة إيه؟ برافو، الاحتكاك. دي بتبطئ من سرعة الأجسام، وكمان بتعمل حاجة، بترفع درجة الحرارة أو بينتج عنها طاقة حرارية، خلي بالكم. دي برضه قوة الاحتكاك. رقم 42، نقط يدمر الرئتين ويسبب العديد من الأمراض. يا ترى التنفس؟ لا طبعا. الأكسجين؟ لا. يبقى الإجابة الإيه؟ التلوث. التلوث ده يا ولاد مضر جدا 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 زي ما خدنا. يلا بينا نكمل. رقم 43، يتحول الطعام إلى عناصر غذائية فين وفين؟ ها؟ فين يا ترى؟ في الأمعاء الغليظة؟ لا. في الفم؟ لا، الفم ده بيمضغ الطعام. يبقى فين؟ في الأمعاء الدقيقة، اللي هي بتبقى بعد المعدة على طول، بنستكمل فيها عملية الهضم. رقم 44، أنبوب به عضلات يساعد على دفع الطعام إلى المعدة. اسمه ايه الأنبوب اللي فيه عضلات اللي بيساعد على دفع الطعام إلى المعدة؟ مين خدناه قبل كده؟ برافو، المريء. المريء ده يا مس هو اللي بيدفع الطعام يوديه للمعدة. تمام. ترسل العين رسائل إلى مين عن طريق الأعصاب؟ إلى مين؟ طبعا العين هتبعت عن طريق المخ. الأعصاب بتاع العين يا ولاد متوصلة بالمخ مباشرة من غير الحبل الشوكي، فبتبعت رسائل على طول إلى المخ. طيب، الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة اسمه إيه؟ طالما وقت يعني يبقى اسمه زمن. اسمه زمن ايه بقى؟ زمن الاستجابة. أيا مما يلي يعد مثالا لتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع. صعود قطار الملاهي السريع إلى أعلى. تمام. لأن سقوط كرة من أعلى تل؟ لا طبعا. ده الكرة اللي بتسقط من أعلى التل دي يعني من وضع بتحول لحركة، انما هنا عايزها من حركة الوضع. يبقى صعود قطار الملاهي السريع الى ايه؟ الى اعلى. كان بيتحرك بسرعة جدا 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 ووقف فوق بيصعد لاعلى فهيتحول لوضع. يبقى من حركة الى وضع سقوط قطار الملاهي السريع الى ايه؟ الى اعلى. بعد كده يا ولاد عندنا رقم 48، العضو المسؤول عن حاسة البصر. البصر بشوف بمين؟ بشوف بالعين طبعا. برافو عليكم ما شاء الله. يلا نكمل. عايزاكم يا ولاد تجاوبوا معايا قبل ما اقول الإجابة، او وقفوا الفيديو وجاوبوا انتوا. يلا رقم 49، السطح الذي يمكن ان يعكس الضوء بشكل منتظم. ها؟ شكل ايه؟ منتظم. يبقى سطح ايه؟ طبعا سطح ناعم او سطح لامع. يبقى ناعم لامع. يلا. تستخلص الأسماك الأكسجين عن طريق أحد التكيفات التركيبية. هي مين؟ عارفين يعني إيه بتستخلص الأكسجين؟ يعني بتتنفس بإيه يا مس الأسماك دي؟ ها؟ يبقى الخياشيم. برافو يا ولاد، برافو عليكم، الخياشيم. إنما لو سألني على الإنسان كنت هقول له الرئتين. طيب، من التكيفات التي تساعد الحيوان على حماية نفسه من الأعداء. ها؟ يا ترى ايه؟ التخفي؟ طبعا التخفي. التخفي ده نوع من أنواع التكيف اللي بيساعد إن احنا أو إن الحيوان يحمي نفسه من الأعداء. وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفئته يعتبر تكيف ايه؟ وجود دهون. هو مين اللي خلق الدهون دي؟ ربنا ولا دي حاجة الحيوان هو اللي بيعملها؟ لا طبعا يا مس، ده ربنا. طالما حاجة ربنا خالقها في الجسم، تركيب موجود في الجسم، يبقى اسمه تركيبي. تمام يا ولاد. يلا نكمل. عند تصادم سيارة بشاحنة على الطريق يسيران بنفس السرعة، سيقع الضرر الأكبر على مين؟ الضرر الكبير يا ولاد هيبقى على الحاجة الصغيرة. الشاحنة دي يعني كبيرة قوي، إنما السيارة دي صغننة. يبقى مين اللي هتتضرر أكتر؟ طبعا السيارة هي اللي هتتضرر أكتر يا مس، لأن هي اللي حجمها صغنن. دايما الصغير هو اللي بيتضرر أكتر. يلا نكمل حبايبي. رقم 54، تستخدم الحيتان الحدباء الغناء
من أجل إيه؟ الحيتان الحدباء. فاكرين في الصيف وفي الشتاء؟ طبعا من أجل التزاوج والتغذية. طيب رقم 55، الحصان أسرع من الإنسان ليه؟ لأنه بيقطع مسافة إيه؟ مسافة كبيرة. كل ما الشيء مشي مسافة كبيرة كل ما كانت سرعته كبيرة، يبقى لأنه يقطع مسافة أكبر في نفس الإيه؟ الزمن. رقم 56، يحول فرن الغاز الطاقة. طالما فرن غاز، اول ما نلاقي كلمة غاز اعرفوا ان الطاقة اللي موجودة او اللي خارجة من الغاز دي طاقة ايه؟ كيميائية. زيها زي الطاقة اللي موجودة في البطاريات بالظبط، طاقة كيميائية برضه. يبقى يحول فرن الغاز الطاقة الكيميائية المختزنة في الغاز الطبيعي إلى طاقة ايه؟ حرارية طبعا، علشان نعرف نطهي طعام عليها. طيب، ما هي خاصية الضوء التي تساعدك على رؤية نفسك في المرآة؟ اسمها ايه؟ مش اسمها انعكاس الضوء؟ يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ الانعكاس. يلا يا حبايبي نكمل. بعد كده عندنا رقم 58، يقوم الجهاز نقط بمساعدتنا على ترجمة الرسائل التي تأتي من محيطنا كالروائح والأصوات. مين اللي بيساعدنا على ترجمة الرسائل؟ مش اللي هو المخ، صح؟ طيب المخ ده موجود فين؟ في الجهاز العصبي، يبقى الجهاز مين؟ العصبي. كل مما يلي يعتبر مصدر للضوء ما عدا مين اللي مش مصدر للضوء، مش بيخرج منها ضوء؟ النار، لا طبعا النار دي مصدر للضوء. الشمس دي مصدر الطاقة ومصدر الضوء على سطح الأرض كله. يبقى مين؟ العين مش بيخرج منها طبعا ضوء، ده بينعكس عليها الضوء عشان نعرف نشوف. طيب، تحتاج الأجسام إلى قوة لتحريكها، وتتمثل هذه القوة في إيه؟ قوة إيه وإيه اللي إحنا خدناهم؟ يا ترى دفع ولا سحب ولا الاثنين معا أو جميع ما سبق؟ طبعا جميع ما سبق. طيب، عندما تحدد مذاق حلو أو مر فإنك قد قمت باستخدام إيه؟ يعني يا ولاد عشان أقول إن الحاجة دي الله طعمها حلو، أو إيه ده لأ طعمها وحش، أنا كده استخدمت إيه اللي بدوق بيه الأكل؟ ها، طبعا اللسان، برافو. طب رقم 62، حيوان يستطيع الهروب من أعدائه بفضل طول أقدامه الخلفية. مين الحيوان اللي خدناه في المنهج اللي الأقدام الخلفية بتاعته كبيرة فبيقدر يقفز مسافات كبيرة ويهرب من أعدائه؟ ها، كان مين؟ برافو، اليربوع. جلد الإنسان عضو مهم في الجهاز إيه؟ الجلد ده تبع الجهاز إيه؟ يا ترى التنفسي؟ لا يا مش التنفسي. طب العصبي؟ صح، برافو، العصبي. الهضمي؟ لا طبعا. يبقى جلد الإنسان عضو مهم في الجهاز الإيه؟ العصبي. برافو عليكم يا حبايبي، أنا متأكدة إن انتوا بتجاوبوا معايا الإجابات دي. يلا نكمل. تعمل نقط على مزج الطعام داخل الفم. مين اللي بيساعد على مزج الطعام داخل الفم؟ هو الفم اللي هو البق، في ايه يا مس؟ في لسان بس؟ لا طبعا. في اسنان بس؟ لا طبعا. امال الاجابه هتبقى ايه؟ اللسان والاسنان. تمام يا ولاد. يبقى اللسان والاسنان بيساعدوا على مزج الطعام داخل الفم. عندما ينعكس الضوء من على سطح ما في اتجاهات ايه؟ مختلفة. ماشي، خلي بالكم من مختلفة دي. طالما اتجاهات مختلفة يبقى السطح ده ماله؟ السطح ده يا مس يبقى خشن طالما اتجاهات مختلفة. طيب عندنا بعد كده، تتأثر طاقة الحركة. طاقة الحركة بتتأثر بالإيه؟ بالكتلة، صح. طب بتتأثر بالسرعة برضو، يبقى الإجابة إيه؟ جميع ما سبق. ما تستعجلوش، مثلا ممكن حد فيكم يكون متسرع يجي يقرأ يلاقي كلمة كتلة يروح مختارها ويقول بس هي دي الصح. لا، كمل كمل، عشان ممكن تلاقي إجابة تانية صح وفي الآخر تطلع جميع إيه؟ جميع ما سبق. طيب، تبطئ السيارة سرعتها عند نفاذ الوقود منها بسبب قوة إيه؟ ها، بسبب قوة إيه؟ حليناها قبل كده مع بعض. بسبب قوة الاحتكاك. تمام يا ولاد، قوة الاحتكاك. طيب، تتنفس الأسماك غاز إيه المذاب في الماء؟ الأسماك بتتنفس غاز إيه يا ولاد اللي موجود في المية زيها زي الإنسان؟ إحنا بنتنفس إيه؟ أكسجين، أكسجين. يبقى الأسماك برضو بتتنفس غاز أكسجين موجود في المية. رقم 69،
الطاقة نقط تؤثر على المستقبلات الحسية في العين فتسبب الإحساس بالرؤية. الطاقة إيه؟ إيه اللي لازم يبقى موجود عشان نقدر نشوف؟ يا ترى الصوت؟ لا، الصوت ما بيتشافش. طب الضوئية؟ أيوة يا مس، الضوئية لازم يبقى فيه ضوء عشان نقدر إيه؟ علشان نقدر نشوف. برافو عليكم يا ولاد. يلا نكمل. الرئتان من الأعضاء المهمة في الجهاز ايه؟ يا ترى الرئتين دول يا ولاد تبع الجهاز ايه؟ ها؟ برافو، سامعاك يلي بتقول التنفسي، تبع الجهاز التنفسي. طيب رقم 71، كل مما يلي يمثل قوة دفع ما عدا مين؟ كلهم قوة دفع ما عدا حاجة واحدة اللي هي سحب. ركل كرة، يعني بحدف الكرة بعيد. لا طبعا دي فعلا قوة دفع يا مس. مش عايزينها، هو بيقول لي ما عدا، يعني عايزين حاجة ما تبقاش قوة دفع. طب شد الصنار بعد التقاط السمكة، بنشد الصنارة علينا بعد ما خدنا السمكة. يبقى فعلا دي اللي صح يا مس، دي بقى سحب، بسحبها ناحيتي. طب غلق درج مكتب؟ لا، غلق ده يعني ببعد الدرج عني، بقفله. يبقى ده دفع. يبقى الإجابة ايه؟ شد السنارة بعد التقاط الايه؟ بعد التقاط السمك. يلا نكمل. رقم 72، كل مما يلي من مكونات الجهاز العصبي ما عدا مين؟ مين هنا مش تبع الجهاز العصبي؟ مخ وحبل شوكي؟ لا. أعصاب؟ لا. يبقى مين؟ القلب. ولو سألتكم سؤال، القلب ده تبع الجهاز ايه يا ولاد؟ هتقولوا لي ايه؟ ها؟ تبع الجهاز الدوري. برافو. يلا رقم 73، أي مما يلي يسمح للضوء بالمرور من خلاله. طالما بيقدر الضوء يمر من خلاله يبقى ده جسم ايه؟ يبقى ده جسم شفاف. مين عندنا هنا جسم شفاف؟ صخرة، زجاج، قمر؟ يبقى الإجابة تبقى ايه؟ طبعا الزجاج. طيب تتكيف أعين القطط على الرؤية الليلية بسبب ايه؟ ايه اللي موجود في عين القطة بيخليها تشوف بالليل كويس؟ طبعا البساط الشفاف او الغشاء. تمام يا ولاد. الخصائص التي تساعد الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة والتكاثر في النظام البيئي التي تعيش فيه اسمها ايه؟ خدناها. مين اللي بيساعد الكائنات الحية انها تقدر تعيش وتتكاثر وما تموتش؟ ده التكيف او طرق الايه؟ طرق التكيف. يغطي جسم الثعلب القطبي. الثعلب القطبي يا ولاد بيغطي جسمه ايه؟ وبر كثيف ولا جلد ثقيل ولا اسمه ايه بقى؟ اسمه فراء. تمام، يبقى الثعلب القطبي اللي بيغطي جسمه اسمه فراء، لا هو وبر ولا جلد. يبقى فراء ايه؟ فراء كثيف. رقم 77، النسر من الطيور الجارحة اللي هي يعني آكلة اللحوم. منقار قوي وحاد يساعد هذا التكيف التركيبي على ايه؟ النسر منقاره قوي وحاد جدا. يا ترى ده بيساعده على ايه؟ على الهروب؟ لا، ما هو قوي هيهرب ازاي اصلا؟ تمزيق الفريسة؟ ايوه تمزيق الفريسة، عشان يقدر يمزق ايه؟ يمزق الفريسة بتاعته كويس جدا. يبقى الإجابة هتبقى تمزيق الفريسة. يلا نكمل. من الأعضاء التي نستخدمها لإرسال واستقبال الشفرة. مين العضو اللي بيساعدنا إن احنا نستقبل ونرسل الشفرة؟ هي مين؟ القلب أو المعدة؟ لأ، دول جوه الجسم أصلا يا مس. أمال مين؟ العين. دي بتساعدنا إن احنا نستقبل ونرسل الشفرة. الخفافيش حيوانات ايه؟ مش احنا خدنا إن الخفافيش دي بتنشط ليلا؟ يبقى حيوانات طبعا ايه؟ ليلية. نستقبل أو تستقبل الأعضاء الحسية كالأنف والأذن المعلومات من البيئة المحيطة وبتحولها إلى إيه؟ الأعضاء الحسية بتستقبل المعلومات من البيئة اللي حوالينا، تمام؟ بتحولها إلى إيه؟ عشان تبعتها للمخ. ها؟ عناصر غذائية ومضاد ضوئية ولا إشارات عصبية؟ برافو، إشارات عصبية. طيب، يستطيع الدولفين تحديد موقع فرائسه عن طريق حاسة الايه؟ هم؟ مش الدولفين ده بيستخدم تحديد الموقع بالصدى؟ صدى الصوت، يعني حاسة الصوت ده ايه؟ بنتذوقه ولا بنشمه ولا بنسمعه؟ لا بنسمعه، يبقى حاسة السمع.
ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا تتوفر لديها الطرق التي تساعدها في التكيف مع ظروف البيئة؟ يعني يا ولاد في كائنات حية مش بتقدر تتكيف على البيئة اللي حواليها، دي بيحصل لها ايه؟ مصيرها بيبقى ايه اللي مش بتقدر تتكيف؟ طبعا بتنقرض. يبقى الإجابة ايه؟ تنقرض. تمام. الحيوانات التي تمتلك فراء بيضاء كثيفة، فرو أبيض وكثيف، تتكيف على الحياة في أنهي بيئة؟ فراء أبيض وكثيف، الأبيض ده لون إيه؟ لون التلج. يبقى بيئة إيه؟ بيئة جليدية. الفراء الأبيض الكثيف ده بتبقى بيئة جليدية. يلا. رقم 84، أي مما يلي يمتلك أعلى طاقة حركة عند السير بنفس السرعة؟ اتفقنا، كل ما كان الحجم كبير كل ما كانت السرعة كبيرة. كل ما كان الشيء اللي قدامي ضخم سرعته بتبقى كبيرة. عندي الشاحنة، وعندي الدراجة، وعندي السيارة. مين فيهم طاقة حركتهم كبيرة؟ اللي هي أكبر واحدة فيهم. مين أكبر واحدة؟ الشاحنة. برافو برافو برافو. طيب. أي من الرسائل الآتية تنتقل من وإلى المخ لا إراديا؟ مين؟ يعني مش أنا اللي بتحكم فيها. طبعا التنفس أنا مش أنا اللي بتحكم فيه، لكن حركة اليدين أو حركة الساقين، الإيد والرجل دول أنا اللي بتحكم فيهم. لا إراديا يبقى التنفس. أو مثلا نبضات القلب برضو دي لا إرادي. طيب يمكن أن يتواصل الحيوانات بكل مما يلي ما عدا إيه؟ طالما حيوانات تقدر تتواصل بكل حاجة ما عدا ايه؟ هم؟ الكتابة واللغات. برافو، الحيوانات لا بتكتب ولا عندها لغة. طيب العضو المسؤول عن ترجمة وفهم الشفرة الضوئية، طالما ضوء يعني بشوف في الضوء، يبقى مين؟ ها؟ العين. يا مس العين دي الأعضاء الحسية اللي بشوف بيها، لكن مين اللي بيترجم وبيفهم الشفرة؟ ايوه المخ. اوعى يلخبطكم وتختاروا العين، لا المخ طالما فهم وترجمة شفرة يبقى المخ. طب رقم 88، اي مما يلي لا يعد من مكونات الجهاز التنفسي؟ مين هنا مش تبع التنفسي؟ يا ترى الرئتين؟ لا. تبع تنفسي. المريء؟ اه يا مس المريء. المريء ده تبع الهضمي مش التنفسي. طب القصبة الهوائية؟ برضو لا، القصبة الهوائية دي تبع الجهاز التنفسي. من المشكلات التي تواجه أشجار الصمت في غابات السافانا؟ نقص مين؟ مين مش موجود وبيضايق شجرة الصمت؟ طبعا الماء. دي مشكلة كبيرة بتواجه شجرة الصمت، إن مفيش مية. أي مما يلي لا يعد من وظائف الجهاز العصبي؟ مين هنا ملوش علاقة بالجهاز العصبي؟ تفسير كل ما يحدث في البيئة؟ لا طبعا الجهاز العصبي بيفسر. تبادل الغازات؟ اه تبادل الغازات ده ملوش دعوة بالجهاز العصبي. إرسال رد فعل منعكس؟ برضو طبعا لا، يبقى الإجابة هتبقى تبادل الغازات. طيب. إذا سقط الهاتف المحمول وانكسرت شاشته سينعكس الضوء من عليا. لو الشاشة بتاعة التليفون اتكسرت يا ولاد بنلاحظ ايه؟ فيها أضواء كده وحاجات كتير متلخبطة وفي اتجاهات مختلفة. يبقى الإجابة ايه؟ الضوء هينعكس في اتجاهات ايه؟ اتجاهات مختلفة. برافو يا حبايبي عليكم، برافو. كل الأسئلة دي احنا يعتبر حالين 99% منها، كلهم موجودين وخدناهم قبل كده كذا مرة. طيب تربط نقط الأعضاء الحسية بالمخ. مين اللي بتربط الأعضاء الحسية بالمخ؟ طبعا الأعصاب. برافو. عند التأثير على جسم ساكن بقوة غير متزنة. غير متزنة يعني هتغير من حالته، هو كان ساكن يبقى هيحصل له ايه؟ يتحرك. أي مما يلي يعد من الشفرات التي يمكن أن يتواصل بها الإنسان والحيوان؟ الإنسان والحيوان الاتنين يقدروا يتواصلوا بيها. بيتواصلوا بالإيه؟ بالضوء. برافو. لكن الكتابة واللغة لا يا مس، ده إنسان بس. طيب. إذا تضاعفت كتلة الجسم المتحرك نقط طاقة الحركة؟ لو كتلة الجسم زاد طاقة الحركة بيحصل لها إيه؟ كل ما كانت الكتلة كبيرة كل ما طاقة الحركة كبيرة. يبقى زي الكتلة ما هتتضاعف يبقى طاقة الحركة برضو هتتضاعف. طيب. عند التأثير على جسم متحرك بقوة متزنة، طالما متزنة
يبقى هتخلي المتحرك متحرك والساكن ساكن. طب هو متحرك وقوة متزنة، يبقى هيظل ايه؟ يظل متحرك. ماشي يا حبايبي، وبقول لكم تاني لو في اي سؤال مش مفهوم قولولي، اكتبولي ونعيده تاني. طيب، احد وسائل الامان في السيارة يمنع الجسم من التحرك عند توقف السيارة المفاجئ. بصوا، طالما قال لي يمنع، بيمنعه قلناها قبل كده، اللي بيمنع ده حزام الامان. تمام. انما اللي بيقلل من سرعة الاندفاع دي الوسادة الهوائية. يبقى اول ما الاقي كلمة يمنع، اللي بيمنع خالص ده مين؟ حزام الامان. طيب، تزداد قوة التصادم بين جسمين بزيادة ايه؟ كل ما كان ايه كبير، كل ما كانت قوة التصادم كبيرة. الكتلة طبعا، السرعة برضو طبعا. يبقى الإجابة ايه؟ ألف وب معا. تمام، كل ما الكتلة والسرعة زادوا قوة التصادم بقت كبيرة. عند سقوط الضوء على جسم ما نقط، فيستطيع رؤية هذا الجسم. طالما الضوء سقط، فبيحصل ايه للضوء؟ عملية ايه؟ انعكاس. يبقى هينعكس علشان نقدر نشوف. تمام. طيب، ما العضوان اللذان يمثلان الجهاز العصبي المركزي؟ مين اللي بيمثلوا الجهاز العصبي المركزي؟ المخيخ والعمود الفقري؟ لا. الحبل الشوكي والمخ طبعا. الحبل الشوكي والمخ دول يا ولاد، دول العضوان اللي هم مسؤولين او اللي بيمثلوا الجهاز العصبي المركزي. حبل شوكي ومخ. تمام. حبل الشوكي والايه؟ والمخ. يلا نكمل يا حبايبي. السيارة المتوقفة على جانب الطريق تؤثر عليها قوة ايه؟ هي واقفة خلاص ساكنة مكانها، يبقى اسمها قوة ايه؟ قوة متزنة. برافو عليكم، طالما واقفة وثابتة مكانها على جنب غلبانة تبقى قوة ايه؟ قوة متزنة. طيب، المصباح اليدوي الذي يعمل بالبطاريات عند تشغيله بينتج ايه يا ولاد؟ المصباح اليدوي، ها، بينتج ايه؟ يا ترى بينتج ضوء بس؟ هو بينتج ضوء يمس فعلا. طب تعالوا نكمل ما تتسرعوش. بينتج حرارة، يمس الضوء بينتج عنه حرارة. يبقى بينتج ضوء وحرارة. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ جميع ما سبق. يبقى بينتج ضوء وحرارة. الطاقة المختزنة داخل الزنبرك المضغوط نقط، دي طاقة ايه؟ وبينما الطاقة الناتجة من البطارية. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة. طاقة مختزنة داخل زنبرك مضغوط. الزنبرك مضغوط أصلا ما تفكش، هو لسه مضغوط. يبقى دي مش طاقة وضع اللي هنا. تمام، يبقى وضع. بينما الطاقة الناتجة من البطارية، البطارية مخزنة جواها طاقة كيميائية، لكن بتخرج طاقة ايه؟ بتخرج طاقة كهربية. تمام. يبقى كهربية. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ طاقة وضع وطاقة ايه؟ كهربية. طب السؤال الأخير في اختر بيقول لي تعتمد طاقة وضع الجاذبية المختزنة بداخل الأجسام على ايه؟ طاقة وضع الجاذبية اللي جوه الجسم، طاقة الجاذبية بتعتمد على ايه؟ يا ترى على ارتفاع الجسم عن سطح الأرض؟ طبعا، كل ما كان الارتفاع كبير فهي بتتأثر. طب على كتلة الجسم؟ برضو طبعا. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ ألف وباء معا. تمام يا ولاد. يبقى طاقة وضع الجاذبية أو طاقة الجاذبية بتتأثر بحاجتين: بالارتفاع الجسم عن سطح الأرض وبكتلة الجسم. فهنختار ألف وباء إيه معا طالما جايبهم لي هما الاتنين. طيب، احنا لحد كده الحمد لله الحمد لله نبقى خلصنا حل سؤال اختر 104 سؤال على المنهج كامل أسئلة المتميز. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في فيديو تاني كده نحل مع بعض باقي الأسئلة. اشوفكم على خير المرة الجاية. ولو في اي حد فيكم واقف قصاده اي حاجة او في اي سؤال مش فاهمه، يا ريت يبعت لي وانا هرد عليه. اشوفكم على خير يا ولاد في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة يا حبايبي.